حلقتنا النهاردة من مكان من أجمل الأماكن على أرض مصر. حلقتنا النهاردة هتكون من داخل مجمع الأديان. مجمع الأديان هو صورة للتعايش بين الشعب المصري، صورة للتكامل ما بين الديانات الثلاثة. مجمع الأديان فيه واحدة من أقدم الكنائس في مصر وهي الكنيسة المعلقة، وكمان فيه أقدم جامع في مصر وهو جامع عمرو بن العاص. كمان في المكان ده عندنا واحد من أقدم وأهم المعابد اليهودية على أرض مصر وهو معبد بن عزرا اللي حلقتنا هتكون منه النهاردة. دلوقتي احنا داخل المعبد، والمعبد زيه زي المنطقة المحيطة بيه كلها خضع لعملية ترميم شاملة، شملت الكنائس اللي موجودة في المنطقة وشملت جامع عمرو بن العاص، كمان شملت المعبد نفسه. وتم افتتاح المعبد بالفعل من شهرين، وبعد ما شملت أعمال الترميم، ترميم السقف والزخارف والأخشاب اللي موجودة داخل المعبد من الداخل. والحقيقة المعبد ده خضع لعديد من عمليات الترميم، أولها كانت في نهايات القرن ال18 وبدايات القرن ال19، والعملية دي تحديدا كانت من أهم عمليات الترميم اللي جرت على المعبد، لأن بسببها اكتشفنا وجود غرفة الجنيزة الموجودة في الدور الثاني فوق، واللي هنتكلم عنها في حلقتنا النهاردة. والمعبد نفسه بيتسمى أحيانا كتيرة باسم معبد الجنيزة. كمان خضع المعبد لترميم تاني في التسعينيات من القرن الماضي، وتحديدا سنة 1989، وتم افتتاحه سنة 1991 بعملية ترميم للمركز الكندي المعماري في مصر. ومن ساعتها والمعبد مفتوح للزيارة للجمهور كمقر سياحي أو كمكان سياحي للجمهور. وزي ما احنا ملاحظين التصميم العام للمعبد بيخضع لشكل التصميم البازيليكي، اللي بيكون عبارة عن منطقة عليا في الوسط بتكون أوسع وأعلى من المنطقتين الجانبيتين اللي بنسميهم الأجنحة الجانبية. والحقيقة أن التصميم ده كان تصميم متعارف عليه جدا في الفترة القديمة، وهنلاقي كنايس كتيرة جدا موجودة في مصر وفي حوض البحر الأبيض المتوسط بتتبع التصميم البازيليكي. وكمان المقريزي بيقول لنا أن المعبد ده نفسه كان كنيسة اسمها كنيسة الشماعين أو كنيسة القديس ميخائيل، وتم بيع الكنيسة دي للطائفة اليهودية في عصر أحمد بن طولون، تحديدا سنة 880 ميلادية، لما وقعت الكنيسة في ضائقة مالية بسبب عدم توافر المبلغ المطلوب ليها، واللي هو كان تقريبا حوالي 20,000 دينار. وقتها أخذت الطائفة اليهودية وحولت الكنيسة إلى معبد بن عزرا. وبالنسبة للتصميم المعماري للمعبد، فالمعبد متقسم لطابقين أو لدورين. الدور الأرضي مخصص لصلاة الرجال والبالغين من الذكور، أما الدور العلوي أو الشرفة العلوية بنسميها الومن جاليري أو شرفة صلاة النساء، وبتكون مخصصة لصلوات السيدات أو صلوات النساء. بالنسبة للدور الأرضي فهو الدور الرئيسي أو اللي بيتم فيها عملية الصلاة بصورة رئيسية. المعبد بشكل عام أو المعابد اليهودية في العالم كله بشكل عام بتتجه في اتجاه الشرق، وهنا زي ما احنا شايفين هنلاقي ان القبلة في المعبد او التوجه في المعبد في اتجاه الشرق. دايما بنلاقي في الجزء الشرقي من المعبد الجزء الخاص بقدس الاقداس او اللي بنسميه الصوان. قدس الاقداس او الصوان هو المكان اللي بيوضع داخله لفائف التوراة او اللفائف المخصصة لكتابة التوراة، وبيكون غالبا موجودة اللفائف دي مكتوبة على رق من جلد البقر، وبتكون مكتوبة بالحبر الاسود، وبتستخدم في الصلوات الرسمية. بعد كده بنلاقي الصالة الوسطى أو الفراغ الأوسط اللي موجودة عندنا بيكون عليه المنصة اللي موجودة قدامنا هنا دي. المنصة اللي موجودة قدامنا هنا دي اسمها البيماه. البيماه
تعقابل أو يعني توازي في المساجد المنبر، بيقف عليها الحزان أو الإمام علشان يتلو أجزاء من أسفار التوراة زي ما احنا شايفين قدامنا، بيتلو هذه الأجزاء أثناء الصلوات بتاعته، وهي بتقابل في الكنيسة الإنبل أو المنبر في المسجد. هنا وتحديدا في المعبد اللي احنا موجودين فيه هنا هنلاقي عندنا جزء خاص بالمعبد ده لوحده، مش موجود في أي معبد يهودي تاني، وهو الأطلس أو السبت. الجزء ده موجود هنا في المعبد لأن في التراث اليهودي بيعتقدوا أن سبت سيدنا موسى عليه السلام رسى عند حافة نهر النيل القريبة من المعبد ده، وبالتالي قاموا بعمل هذه الكتلة اللي هي بتسمى الأطلس تخليدا لهذه الذكرى. والمعبد ده معبد مهم جدا جدا بالنسبة لليهود المصريين وفي العالم كله، لأن في التراث اليهودي في كلام كتير عن ارتباط المعبد بسيدنا موسى أو بموسى النبي، لأن زي ما قلنا بالنسبة لهم المعبد مرتبط بسبت سيدنا موسى اللي رسى على نهر النيل في مكان المعبد ده. كمان اليهود بيعتقدوا أن سيدنا موسى عليه السلام صلى في المنطقة دي لرفع الطاعون عن أرض مصر. ده غير أن كتير من اليهود بيعتقدوا أن النبي أرميا لما جه مصر في وقت السبي البابلي مع عدد من اليهود وتوفى على أرض مصر إن رفاته موجودة تحت أرض المعبد ده. كمان إن النبي إلياهو أو إيليا تجلى للمصلين أكتر من مرة في المعبد ده، وعلشان كده هو ليه أهمية كبيرة جدا عن اليهود. والمعبد ده كان مخصص في الأول لليهود الشاميين أو العراقيين، وكان للطائفة القرائية أو اليهود القرائيين، ومع الزمن تم تحويل المعبد إلى طائفة اليهود الربانيين، والطائفتين دول كانوا من أهم الطوائف اللي عاشت في مصر في القرون الوسطى. كمان من ضمن الأسماء اللي بتطلق على المعبد ده اسم معبد الجنيزة، والحقيقة إن هم اكتشفوا أوراق الجنيزة دي في عملية الترميم اللي تمت في نهايات القرن ال19، وكان اكتشاف مثير للعالم كله. أوراق الجنيزة بمنتهى البساطة هي مجموعة من الأوراق اللي محرم على اليهود إتلافها، لأن بيكون فيها ذكر لاسم الله أو لاسم الرب. بتكون الوثائق دي وثائق عادية أو وثائق حكومية أو عقود زواج أو حتى عقود بيع وحاجات كتيرة جدا. الحقيقة الوثائق اللي لقيناها في غرفة الجنيزة اللي موجودة في الدور العلوي اللي موجودة هنا في المعبد أثناء عملية الترميم دي كشفت جانب كبير جدا عن حياة اليهود اللي كانوا عايشين في مصر في العصور الوسطى. عرفنا معاملاتهم، عرفنا حياتهم الاجتماعية، عرفنا وضعهم المالي والاقتصادي والسياسي كمان في مصر. علشان كده المعبد ده بيطلق عليه معظم المؤرخين اسم معبد الجنيزة. التسمية الصحيحة للمعبد اليهودي هي اسم الكنيس اليهود أو السيناجوج، ومصر فيها عدد كبير من الكنس أو المعابد اليهودية. في القاهرة لوحدها في حوالي 11 معبد يهودي، أما اسكندرية ففيها حوالي 8 معابد يهودية. من المعابد المهمة جدا في القاهرة معبد رابي ميمون أو رابي موشيه، هو معبد الحاخام موسى ابن ميمون. وموسى ابن ميمون واحد من أهم حاخامات اليهود اللي جه مصر في عصر الدولة الأيوبية، وكان الطبيب الخاص بصلاح الدين الأيوبي. وكمان بترجع أهمية الرابي أو الحاخام موسى ابن ميمون بالنسبة لليهود إنه أحد كتاب المشنا، وهو كتاب هام جدا بالنسبة لليهود. كمان في القاهرة عندنا عدد كبير جدا من المعابد زي مثلا معبد الإسماعيلية أو شعار هاشمايم أو معبد عدلي. وأهمية المعبد ده بترجع إن هو المعبد اللي بتقام فيه طقوس الصلاة لحد دلوقتي تقريبا، ويعتبر هو المزار الرئيسي لأي حد محتاج يزور معبد يهودي في مصر.
الحقيقة ان التصميم المعماري والزخارف والتشكيلات اللي موجودة جوه المعبد كلها مصرية صرفة، لان الفنان المصري سواء كان بيبني في جامع او مسجد او في كنيسة مسيحية او في معبد يهودي فليه ثقافة وليه حرفة مصرية أصيلة. هنلاقي ان الزخارف اللي موجودة عندنا كلها معمولة من الخشب ومن زخارف الارابيسك ومن الخشب المطعم بالصدف زيها بالظبط زي الزخارف اللي موجودة في المساجد. كمان هنلاقي زخرفة الطبق النجمي، ودي زخرفة مشهورة جدا موجودة في الكنائس وموجودة في المساجد وكمان موجودة في المعابد اليهودية. ده بالنسبة للزخارف. لكن كمان لو جينا نبص على التشكيل المعماري هلاقي ان في تشابه كبير جدا في العناصر. يعني مثلا اتجاه القبلة، وجود الهيكل او وجود قدس الاقداس او المحراب في اتجاه القبلة او في اتجاه الصلاة، ده عنصر مشترك ما بين المباني الدينية الثلاثة. كمان عنصر البيماه او المنبر او الانبل هو عنصر متشابه جدا في الثلاث انواع من المباني الدينية. هلاقي في المسجد لازم يكون في منبر بيصعد عليه الخطيب لإلقاء الخطبة في التجمعات وفي الصلوات الجامعة. كمان في الكنيسة بلاقي الانبل بيصعد عليه رجل الدين علشان يلقي الوعظة. وكمان في المعبد اليهودي بلاقي البيماه أو مكان إلقاء الوعظة أو الخطبة على المصلين. وبالتالي هلاقي أن التشكيل المعماري والزخرفي والتكوينات بشكل عام متشابهة إلى حد كبير جدا. حتى العناصر المنقولة، شكل توزيع الأعمدة وشكل تصميم الأعمدة، هلاقي في كتير جدا من المساجد الإسلامية مستخدمين أعمدة من المعابد المصرية القديمة ومن الكنائس ومن المعابد اليهودية وحتى كمان من المباني الرومانية والإغريقية. لو جينا بصينا على الأعمدة اللي موجودة عندنا هنا هلاقي إن الأعمدة واخدة الطراز الأيوني، ولو بصينا على توزيعتهم هلاقيها هتشبه جدا توزيعة الأعمدة اللي موجودة داخل الكنائس البازيليكية أو الكنائس القبطية المصرية اللي بتفصل ما بين الصحن الأوسط والأجنحة الجانبية. هنا بلاقي إن المصلين قاعدين بصورة عمودية على المحراب أو على قدس الأقداس أو على الصوان، مع اختلاف بسيط ما بين وضعية المصلين في الديانة المسيحية أو الإسلامية اللي بيكونوا متجهين في اتجاه المحراب أو في اتجاه القبلة. علشان كده نعرف ان جميع المباني الدينية في الأول وفي الآخر من تصميم معماري مصري ومن تصميم أو من شغل فنان مصري أصيل بيحط بصمته على كل العناصر الفنية والزخرفية والمعمارية اللي موجودة جوه المبنى. وتاني نرجع نقول إن وجود معبد زي ده وكنيسة زي الكنيسة المعلقة وجامع زي الجامع عمرو بن العاص كلهم متضمنين ومحتضنين في منطقة زي منطقة مجمع الأديان، ده دليل هام جدا على فكرة التعايش والتسامح اللي وجدت على مدار الزمن عند الشعب المصري، وإن المصريين على طول الوقت ما كانوش بيفرقوا ما بين شخص وآخر لا بلونه ولا بديانته، المهم إنه يكون مصري.